رحمة الله وسعت الأشياء، والله عز وجل لا يعامل العباد بعملية حسابية 1+1=2، لا يعاملك معاملة التجار، بل يغفر ويصفح ويعفو. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهو حديث قدسي أخرجه مسلم في صحيحه، أن الله تعالى يقول للملائكة: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه. إذا هم، مجرد الهم بسيئة، نوى أن يسيء، نوى أن يذنب ولم يفعل، يقول الله: فلا تكتبوها. وإذا عملها يقول الله عز وجل: اكتبوها سيئة واحدة، اكتبوها سيئة واحدة. إذا هم بحسنة فلم يعملها يقول الله عز وجل للملائكة: اكتبوها، وهو لم يعمل، ولكن يقول: اكتبوها له حسنة. فإذا عملها قال الله عز وجل للملائكة: اكتبوها 10. إذن فيوضات الله، رحمات الله رب العالمين كثيرة جدا لا حصر لها ولا عد لها. ولدرجة أن العبد إذا أذنب، إذا فعل سيئة، قال ملك الحسنات: أمهله 6 ساعات. أمهله 6 ساعات، لعله يرجع، لعله يتوب إلى الله رب العالمين. نعم.